دخل أحمد عز الشركة، ومن 99 ويعني كان من ضمن الاتفاقات التي قيلت انه يمسك يتولى إدارة البيع والتصريف المنتج. احنا طلع 1.7 مليون طن حاجة تسليح، وكنا لسه على وشك الانتاج في انتاج الألواح. فضلت في شهر يناير وفبراير ومارس من سنة 1000 3 شهور، يعني وجدت فيهم لا أنا ما أقدرش أستمر في الخضروات، ما أقدرش. وكنت في هذا الوقت بلغت 81 عاما. 81 فجيت في جمعية عمومية. ايه اللي كان مخليك تستمر في الوضع؟ يعني هو عمل ايه؟ مش مبسوط. مش مبسوط ليه بقى؟ في حاجة لازم يكون في أسباب. يعني أقول لك ما أقدرش أتهمه بكعبة لا. بس حضرتك بتقول إن هو يعني بدأ إن هو بيجمع سلطات في إيده. عمل إيه بقى؟ إيه الإجراءات اللي عملها في الوقت ده؟ أولا حكاية إدارة البيع دي من غير ما ياخد رأي من حد من الموجودين في كاس البيع. يعني استفسر بموضوع البيع. ودي أهم حاجة في الشركة. دي أهم حاجة في الشركة. ليه أهم حاجة في الشركة؟ يعني ده دليل على إيه؟ أنت أنتجتي منتج ومدفعة. طيب بحيث إنك وصلت لرصيد 260,000 طن في الحوش. 260,000 طن. طبعا عنه حاجة ولازم يتباع. الحقيقة في هذا الوقت يعني ابتدت إشاعات بأنه هو متصل بالرئاسة. طب أنا مالي ده ما خلاكش تاخد إجراء؟ يعني حضرتك كنت رئيس الشركة، يعني ما تاخد أي إجراء. تمام. قلت السلام عليكم ورحمة الله. قدمت له استقالتي في جمعية عمومية في 9/3/2000. في 9/3/2000. 9 مارس سنة 1000. طيب الحمد لله. يعني حضرتك ما عرفت ان هو ليه علاقة بالرئاسة حب؟ طبعا. ولا ايه؟ طبعا. في هذا الوقت الحقيقة حصلت حادثة غريبة، وهو الدكتور جنزوري زي ما قلت لكم كان رئيس الوزراء. فأنا رحت له قلت له يا سيادة الرئيس قبل ما تستقيل. قلت له يا سيادة الرئيس أحمد عز عاوز يخش الشركة. خد بالك أنا راجل رئيس الحكومة الموجودة. عايز يستفسر بالشركة؟ طيب قلت له عايز يستفسر بالشركة. مش يدخل. قال طيب أنا طلع قرار بتشكيل لجنة من وزير الصناعة اللي هو الله يرحمه سليمان رضا في هذا الوقت، والإنتاج الحربي، وزير الإنتاج الحربي، ووزير الاستثمار اللي هو كان ظافر البشري، مش طارق، لا ظافر أخوه. 3 وزراء وجم اجتمعوا عند وزير الصناعة سليمان الرضا
في يعني تقريبا في فبراير 2000. وبعدين الله قلت لهم يا اخوانا احمد عز عاوز يخش، لان احنا في وسط الحاجه الى اموال سائله علشان نكمل مصنع الايه؟ الارواح. خد بالك من الحته دي قوي. كان مبلغ قد ايه محتاجين؟ يعني كان مبلغ 130 مليون دولار برضه تاني؟ تساوي هم نفسهم. يعني 9% كمان. لا هم نفسهم هم الاولين، هو بيعد هم نفسهم. هم نفسهم. جينا ايه انا فاكر اللجنه دي عملناها في النساء في مكتب وزير الصناعه اللي هو كان مكتبي قبل كده سنه 73. والحقيقه كان في منتهى العجز، واصدروا قرار 3 دولار بالاجماع ان بنك الاستثمار القومي يخش ب10% زياده في راس مال الشركه. تحل المشكله، خلص المشكله، مشكله السيوله تخلص. وفاجأ تاني يوم بان الدكتور الجمزوري يمشي ويجي بعد الدكتور الخطيب في نفس الليله. المشكله مين اللي غير الجنزوري وجاب عاطف عبيد؟ معلش هو يقول احنا مش ايوه ما هي النقطه. لو كانت القرار بتاع ان بنك القومي للاستثمار يدفع 10% للشركه كانت في غنى عن احمد عز وغيره. انا رايح اعرض عليهم ان احمد عز يا اخوانا، وانا متخوف من اكون متخوف دخل. طيب وبعدين ابتدى يبقى في المجلس، وطبعا جاب كان ليه الحق بال9% ان يكون اعضاء من شركاته، شركه حديد تصليح العز. انما انا بقول هي دي الضربه القاسمه للدخيله، هي رحيل الدكتور الجنزوري واستبداله بالدكتور عاطف عبيد. انا ما بطعنش الدكتور عاطف عبيد. الدكتور عاطف عبيد رجل ادى واجبه، وهو كان يعني بيتبع سياسه الخصخصه اللي هي اسمها البرايفاتيزيشن. البرايفات كان هي ودي سياحه مملاها من البنك الدولي ان كل حاجه تبقى ايه خاص. طيب العام ده يعني اقعد في خروج جنزوري يوم يعني حاجه فبراير 99. والوقت عملنا اتفاق على انه نخش 456 مليون جنيه اللي هي تعادل في هذا الوقت 130 مليون دولار. 130 مليون دولار. وقلنا عشان برضه ما نزودش عليه العبء، الجمعيه العموميه بتاعت شركه الحديد والصلب في الدخيله اقسطت المبلغ ل 186 مليون اول دفعه، وتاني دفعه 70 مليون، يبقى المجموع كام؟ 253 مليون. الدفعه الاولى دفعها في الاول خالص والثانيه. يعني حضرتك عايز تقول ان عز التزم بسداد اقساط الاسهم طول فتره وجود حضرتك في الله يخليك. صح 100 تمام كده؟ تمام كده، انما لم يسدد الاقساط المتبقيه بعد ما خرج من الشركه بعد ما خرجت من الشركه لم يسدد الشركه. ما هو الباقي بقى من 450 مليون، هو سدد 256 مليون. صح. يعني في 200 مليون جنيه ما سددهمش. صح صح، وهو دي اللي بيؤخذ عليها. بس جمال مبارك زار الشركه مع احمد عز
قلت طبعا يبقى دي تعزز شك في انه متصل بالرياح. انا كنت اشك انما ما عنديش دليل. ده يعني وضح الدليل على انه زوره الست وبات الصراع عادل شريف هو وجمال. بات في صراع الشرق هو وجمال في بعد 5 أشهر أو في شهر يوليو تقريبا 2000 سنة 2000. أنا بره وما سمعت هذا الكلام فهو عزز ما لدي من شكوك إن له اتصال بالرئاسة، له اتصال بالرئاسة.